بشكل كويس. ده حصل. جينا على لجنه الانديه. طيب كويس، معانا الكابتن عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطه، نجم السودان ونجم الاهلي السابق ورئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم. مساء الخير يا كابتن شطه. ازيك؟ وحشني. ابو كباتن، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ والله مشغول يا كابتن. ربنا معاك ان شاء الله عز وجل. كل يوم عندنا مفاجآت في الاتحاد الافريقي، واخر مفاجأة اللاعب نادي فيتا كلاب الرواندي المحترف في هذا النادي، والمشكلة اللي أثيرت بشأن جواز سفره والتزوير يا كابتن، والأمل الجديد الذي عاد إلى الزمالك المصري وإلى الهلال السوداني. الموقف إيه يا كابتن شطة؟ بص يا كابتن شبير، والله عشان الموضوع ده موضوع عشان موضوع شائك. انا احب بس اوضح فيه شويه حاجات كده. يا ريت. اهم حاجه بس الناس تعرف في امور بتبقى واضحه واللائحه بتحكمها فورا. كويس. وفي امور بتبقى شائكه لما اللاعب يلعب بباسبورين مختلفين ومرحله وباسمين مختلفين وبجنسيتين مختلفتين. مشكله كبيره يعني. دي عايزه بقى ايه؟ عايزه لجنه قويه تبص على المستندات. وبعدين هل هو اللي زور لوحده ولا النادي ساعده؟ نعم. ولا حصل ايه؟ لان الموضوع بيني وبينك اللعيب تم استدعائه وحضر وتم اخذ اقواله في وجود السكرتير العام الاستاذ هشام عمراني ونائب رئيس اداره المسابقات، وعملوا معاه تحقيق وجمعوا كل المستندات. وفي لجنه ان شاء الله هتجتمع اللي هي لجنه الانضباط او لجنه الاستئناف تنظر في هذا الامر يوم 20. موضوع معقد جدا وصعب انه حد يدلي باي تصريح ويقول ايه اللوائح بتقول ايه ما لم يكن هناك يعني خط واضح. هل هذا اللاعب هو المتورط ولا هل نادي المتورط ولا هما الاثنين متورطين مع بعض؟ فموضوع زي ده واحد بيلعب باسمين مختلفين بباسبورين مختلفين حتى المرحله السنيه عمره مختلف، من مواليد 90 و86. فما فيش حد يقدر يقول هيحصل ايه ولا يتوقع ايه الا بعد ان تنظر اللجنه في هذه القضيه الشائكه جدا. لانه المشتكي مين؟ المشتكي الاتحاد الكونغولي، مش المشتكي نادي حتى هذه اللحظه. انت عارف ان الاساسا رواندا كسبت الكونغو 4-3 خرجتها من كاس الامم الافريقيه. نعم. هذا اللاعب الذي حرز هدفين تقريبا. نعم. فيعني الموضوع موضوع. وبعدين ما نقدرش نقول بقى هتخصم نقاط من هنا ولا تدخل نقاط من هنا الا لما تنظر للمشكله كلها بابعادها المختلفه في لجنه كلها يعني قانونيين وموجودين عندهم قدره على انه يحلوا هذا الموضوع بشكل او باخر. وكل اللي بيتقال في الجرايد ده وانه الزمالك والهلال ده لسه دي امور لم يتطرق عليها اي حد. هي استنتاجات نتيجه هذا الموضوع الشائك يا كابتن. هل هيتم الحسم يوم 20 يا كابتن شطة؟ بالتاكيد. عشان المباراه القادمه هتحسم. المباراه القادمه يوم 23 او 24 على حسب ما انا اتذكر انها هتبقى على طول بعدها. فالحمد لله انه اللجنه هتقرر قبل ما المباراه تتلعب عشان بس يكون هناك قرار حاسم سريع يستطيع انه يشيل هذه المشكله الشائكه. يعني حدثت قبل كده مع مازيمبي، وحدثت قبل كده مع بوركينا فاسو، بس بامور مختلفه في اعمار. طب كان القرار ايه في مشكله مازيمبي يا كابتن؟ القرار كان انه اللعيب كان لعب باسم مختلف برضه، وتم استبعاد مازيمبي لو فاكر يا كابتن. تم استبعاد مازيمبي بالكامل. الموضوع كان واضح جدا انه القضيه كانت اوراقها واضحه. طب ايه الاختلاف ما بين ده وبين ده طالما اللاعب لعب باسم مختلف؟ الاختلاف انه ده اختلاف انه هذا اللاعب يعني بجوازين سفر مختلفين مع منتخب بيلعب في المنتخب هنا وبيلعب برضه ايه مع في نفس البلد اللي فيها الفريق بتاعه، ويلعب مع منتخب بلد اخر يعني معاه جنسيه اخرى. يعني الموضوع ملخبطه. تاني كان اختلاف تقريبا في الاسم مع الباسبور، ولكن ده اختلاف اثنين بيلعبوا باسم واحد، قصدي اسم واحد بيلعب باثنين يعني عنده اسم هنا واسم هنا وهو شخصيه واحده. مغير اسمه وغير تاريخ ميلاده وغير جواز سفره. حاجه عجيبه جدا يا كابتن. الحاجات دي حاجات بقول لك ما بتحصلش. يعني ده لو جبت لجنه الفيفا عشان تحكم في هذا الموضوع زي ده هيتلخبطوا، هيقول لك ده ايه ده. شطه توقعه ايه؟ بس طبعا يا اخي انت عارف افريقيا طبعا عشان اغلب القبائل ما بتسجلش اللعيبه، واللعيب لما يظهر يلعب بعد كده بيعملوا له باسبور. يعني القضيه قضيه مجتمع ما عندوش دوكيومنت في بعض الاوقات، واللاعب ده ما كانش يتوقع في يوم من الايام انه هيلعب كره قدم ويصبح متميز ويجيب اهداف. لو ما كانش يحرز اهداف ما كانش حد خد باله. صحيح.
جاب جونين في الهلال، وجاب جول تقريبا جول في رواندا برضه، جاب مع رواندا. فيعني بس باين كده يعني. رواندا خلاص بره البطوله، خلاص ده رسميا ده انتهى. والله لحد هذه اللحظه لم تحسم يا كابتن شوبير، عشان ما نبقاش سابقين للاحداث. انت عندك توقع يا كابتن شطه؟ ايه؟ عندك توقع؟ لا انا حقيقه ما بحبش اتوقع في الامور دي. ليه؟ لانها بتبنى عليها برضه ايه، شطه قال والاتحاد الافريقي عنده مسؤول قال، هتبقى العمليه بس فيها انا نوع من شخصيا اقول اللي حصل في مازيمبي يحصل في فيتا، يعني القصه واضحه. لا معلش، ما مازيمبي قضيه مختلفه، بقول لك بشكل مختلف. ده لاعب واحد بجوازين سفر، والثاني كان عنده قضيه مختلفه بس فيها نوع مختلف واوراق مختلفه. هنا بقى لازم تشوف المستندات، هل في تواطؤ من النادي والنادي كان يعلم او لا يعلم، دي مهمه جدا. بس تقريبا مش مشكله مازيمبي، النادي كان عارف يا كابتن شوبير، النادي كان يجب عارف انه يستبعده. فهنا النادي ما يعرفش حتى هذه اللحظه، بيقولوا انه ما يعرفوه. الولد قال كده في التحقيق. واذا لم يثبت تورط النادي طبعا. والتحقيق انا نفسي ما اعرفش كمان ايه اللي تم فيه، لانه كان بيدير الحقيقه السكرتير العام شخصيا. لكن يوم 20 موضوع مهم زي ده، لانه يعني موضوع شائك، وموضوع برضه في بطوله افريقيه كبيره زي دي. كل العالم بيبص عليها، فيجب ان يكون هناك حرص من الاتحاد الافريقي في شفافيه هذا الموضوع، حتى لا يحدث اي نوع من القيل وقال يا كابتن. طيب اللي نؤكد عليه انه الولد جاء الى القاهره وخضع لتحقيق بمعرفه السكرتير العام هشام العمراني نفسه ونائب رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي. نعم. وانه القرار ان شاء الله سيصدر، وفيتا كلاب نفسه حضر، السكرتير بتاع النادي حضر كمان، ومندوب من النادي، وانه القرار سيصدر يوم 20 باذن الله. ان شاء الله يوم 20 يا كابتن شوبير. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بالكابتن شطه.